النهارده كابتن مختار استبعد كل من هو يعني ما عندوش خبره. كل الخبرات النهارده متواجده. حماده يحيى موجود، يعني زي طارق البليا قصدك مثلا. ايوه طارق البليا كان موجود الماتش اللي فات ولعب. نعم بره خالص. ومحمد مجدي بره خالص. محمد مجدي بره خالص. كل الخبرات النهارده حماده خلاص كل دول دخل خبرات كلها. الوقت لا يسمح. مباشرة مشاهدينا الكرام الى استاد الاسماعيليه مع الزميل محمد الغاتي وتعليق الاحداث الشوط الاول من مباراة المصري مع وادي دجله ومباراة حرس حدود مع الاتحاد على نايل سينما. تابعونا بعد الشوط الاول من المباريات الخمس ونتائج المباريات. لكم منا كل التحيه. تجمع فريق المصري البورسعيدي مع فريق وادي دجلة ضمن لقاءات هذه الجولة رقم 36 من منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم موسم 2014-2015 والنسخة رقم 56 لهذه البطولة. لحظات وتبدأ أحداث هذه المباراة الهامة التي فيها يترقب عشاق النادي المصري البورسعيدي هذا اللقاء بشغف ومتابعة كبيرة وينتظرون حصد الثلاث نقاط. فاليوم مختار يدخل هذا اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لهذه المباراة ولا بديل عنهما، فهو يسعى للخروج من النفق المظلم والاقتراب من منطقة الأمن والأمان ويبتعد عن اخطبوط الهبوط الذي يشد الفرق الكبيرة والفرق العريقة في رحلة البحث عن استعادة الهيبة وكبرياء الكرة البورسعيدية. اليوم وادي دجلة فريق هو الأفضل حالا في وضعية الترتيب، هو سادس الترتيب عنده من الرصيد 50 نقطة، بينما المصري لديه طبعا 43 نقطة يحتل بهم المركز السادس عشر. نزل الفريقين إلى أرضية الملعب والمباراة التي يستضيفها استاد الإسماعيلية ويديرها طاقم التحكيم بقيادة الدولي محمود عاشور ومساعديه أيمن دجيش مساعد أول. لدينا أيضا المساعد الثاني أحمد نوفل والحكم الرابع صبري إبراهيم. بدأت المباراة فريق المصري بيرتدي القمصان البيضاء والشرطات الخضراء على الجانب الأيسر من ملعب المباراة، بينما فريق وادي دجلة هو الذي يأتي ضيفا ثقيلا على هذه المباراة ويرتدي القمصان الصفراء والشرطات السوداء. ونتمنى أن نسعد بأحداث المباراة التي بدأت منذ لحظات. كرة ملعوبة محاولة من وسط ملعب فريق النادي المصري، لكن انطلاقة لدى اللاعب النيجيري ستانلي اوهاويتشي. كرة تصل في الجبهة اليسرى، محاولة تقدم مهاب سعيد. اليوم حمادة صدقي مدير الفني لفريق وادي دجلة يبدأ هذا اللقاء بتشكيلة مكونة من هيثم محمد في حراسة المرمى، في الدفاع من ناحية اليمين تامر محب، من ناحية اليسار السيد سالم، قلبي خط الدفاع رجب نبيل وسامح عبد الفضيل، في الوسط حامد فيصل، محمد فاروق، مهاب سعيد ورونالد كامبامبا لاعب الزامبي. ثنائي خط الهجوم اللاعب دودو الجباس وستانلي اوهاويتشي اللاعب النيجيري. بينما على مقاعد البدلاء يتواجد محمد موسى، محمد تاحة، محمد حمص، كريم مسعد، احمد المرغني، ايمن عادل وعمرو مرعي. في الجانب الاخر مختار يخوض هذه المباراه بتشكيله تبدا بمحمد عواد في حراسه المرمى، في الدفاع من اليمين السيد عبد العال، في اليسار محمد عادل جمعه، قلبي خط الدفاع ويلسون اكاكبو اللاعب الغني ومحمد جبر، في خط الوسط عاشور الادهم، عبد العزيز موسى، محمد خليفه وعمرو موسى، وفي الخط الامامي الهجومي بيتواجد الثنائي محمد اشرف واحمد رؤوف. وعلى مقاعد البدلاء لدى المصري احمد مسعود، احمد سمير، عبد الله الشحات، محمود عبد الحكيم، احمد ياسر، محمد مجدي وحماده يحيى. كره ملعوبه من ركله مرمى لمصلحه فريق وادي دجله. نذكر من يلتحق بنا ويتابعنا عبر شاشه التلفزيون المصري وقناه نايل سبورت بان وادي دجله بالزي التقليدي القمصان الصفراء، الشرطات السوداء والجوارب السوداء.
فريق المصري البورسعيدي على الجانب الايسر بالقمصان البيضاء الشرطات الخضراء والجوارب الخضراء. مواجهة الفريقين معا في الدور الاول في الاسبوع السابع عشر كانت انتهت بفوز كبير وعريض لفريق وادي دجله برباعيه مقابل هدف واحد. كان اللاعب ستانلي اللي قدامنا بحاولة المرور له هاتريك، واحمد المرغاني سجل هدف، بينما الهدف الوحيد للمصري البورسعيدي كان بتوقيع احمد ياسر الجالس على مقاعد البدلاء. تقدم من الجبل يسرى عن طريق اللاعب السيد سالم، محاولة المرور لكن في عرقلة وفي خطأ، وصافرة محمود عاشور حكم المباراة، حكم صاحب ال 39 سنة الدولي من عام 2011، هو من يدير هذا اللقاء الرابع عشر في بطولة الدوري هذا الموسم. كان أدار 13 مباراة، 10 مباريات انتهت بنتيجة الفوز، 3 مباريات انتهت بنتيجة التعادل. كان احتسب 6 ضربات جزاء، أشهر 46 بطاقة صفراء وبطاقتين فقط حمراوين، وأدار مباراتين من قبل المصري في الأسبوع ال 22 مع العبد منهور والفوز 2-1، ومع حرس الحدود في الأسبوع ال 28 كان انتهى بالتعادل بدون أهداف. خطأ لمصلحة وادي دجلة، قدامنا على التنفيذ اللاعب مهاب سعيد، كرة تبدو خطيرة لمصلحة وادي دجلة، ملعوبة بضربة رأس من لاعب اللي كان متقدم في اللقطة اللي فاتت، على ما يبدو انه كان لاعب قلب الدفاع رجب نبيل، نعم صاحب القميص رقم 27. انطلاقة كاونتر اتاك، محاولة تبدو خطيرة، احمد رؤوف يبحث عن كرة هي الاولى واولى محاولات فريق المصري البورسعيدي على مرمى فريق وادي دجلة، لكن في الاخير تصل عند الحارس هيثم محمد. مرت 3 دقائق من عمر احداث الشوط الاول من هذا اللقاء، بيتزامن معنا في نفس التوقيت 4 مباريات اخرى هامة ايضا، فيها يلتقي الجونة مع انبي، العبد منهور مع النصر، والاتحاد السكندري مع حرس الحدود، مصر المقصة مع اتحاد الشرطة. بالامس كان تغلب فريق الاسيوطي على طلائع الجيش بهدف واحد دون مقابل، في حين ان الاسماعيلي كان تعادل سلبيا بدون اهداف مع فريق الداخلية. افتتاحية مباراة هذه الجولة ب3 لقاءات كانت اول امس يوم الثلاثاء، وفيها فاز الزمالك بثلاثية مقابل لا شيء على ذئاب الجبل فريق المقاولون العرب، والاهلي فاز على بتروجيت 2-1، وكان هناك انتصار لفريق الرجاء بهدف دون مقابل على فريق سموحة. خارج الملعب كرة تحول، رمي تماس من وسط ملعب وادي دجلة لمصلحة المصري البورسعيدي، سيد عبد العال ناحية اليمين، محاولة استلام الكرة، دخول ستانلي اوهاويتشي، راية من المساعد الاول الدولي لحكم اللقاء ايمن ديجيش، وصافرة محمود عاشور، وهناك خطأ على لاعب ستانلي اوهاويتشي لمصلحة المصري البورسعيدي. المواجهة السادسة ما بين الفريقين لمن تبتسم أيها الأحبة في كل مكان، هل تكون بمثابة انتصار ثالث لأي من الفريقين على الآخر، أم يكون تعادل ثاني في مواجهة الفريقين معا؟ 5 مواجهات من قبل، مصري فاز مرتين، ووادي دجلة كان تغلب على المصري مرتين، وتعادل وحيد جمع ما بين الفريقين. نتذكر الموسم الماضي ولقاء الدور الثاني حينما تعادل الفريقان معا بدون أهداف. خطأ لمصلحة فريق المصري بورسعيدي، عذرا إذا كانت هناك عدم متابعة لبعض اللقطات المعادة لحدوث عطل مفاجئ في المونيتور والشاشة التي تتواجد أمامي داخل كابينة التعليق، لكن أمامنا هنا في خطأ لمصلحة فريق المصري البورسعيدي. محمد عادل جمعة الظهير الأيمن، ملعوبة تبدو خطيرة، هوبا، لكن بيتواجد المرة دي حارس المرمى هيثم محمد. لاعب الظهير الأيسر كان محمد عادل جمعة اللي ترك يعني الجبهة اليسرى وجاء خصيصا لتنفيذ الكرة الثابتة، لعبها بالقدم اليسرى ثم رأسية كما تابعناها، ولكن وصلت بسهولة عند حارس المرمى هيثم محمد. كرة في وسط ملعب وادي دجلة، الفريق القادم من تعادل كان أمام حرس الحدود بدون أهداف في الجولة الماضية الأسبوع ال 35، مصري هو الآخر قادم من تعادل بدون أهداف أمام فريق اتحاد الشرطة. في آخر مباراتين هزيمة للمصري ب3 أهداف مقابل هدف أمام إنبي، ثم تعادل مع اتحاد الشرطة. نفس الشيء ينطبق وكذلك نفس الحال مر به فريق وادي دجلة من خسارة ب3 أهداف مقابل هدف من سموحة في الجولة 34، وفي الجولة رقم 35 كان تعادل مع حرس الحدود بدون أهداف. خارج الملعب رمي التماس ناحية اليمين، محمد في وسط الملعب، حامد فيصل مع محمد فاروق في خط الوسط، رونالد كامبامبا لاعب الزامبي القادم من فريق كان الريد ديفلز الزامبي، اللاعب صاحب 21 سنة اللي بيلعب اليوم اللقاء رقم 14 له، كان له هدف من قبل سجله في مرمى انبي. تقدم ناحية اليسرى، محاولة محمد عادل جمعة في وسط ملعب، تقدم يأتي من عمرو موسى، تصل محمد عاشور الأدم يلعبها بينية على حدود قوس منطقة جزاء فريق وادي دجلة، تصويبة برعونة من محمد أشرف،
تصل سهلة عند حارس المرمى هيثم محمد، هو من يؤمن حراسة المرمى لغياب أمير عبد الحميد عن التدريبات وتعرض لعقوبة، منها أيضا توقيع غرامة مالية على حارس المرمى أمير عبد الحميد. اليوم هيثم محمد صاحب ال 32 سنة واللي كان من قبل حارس مرمى لفريق النادي المصري البورسعيدي. لدينا أحمد ياسر البديل في النادي المصري، كان هو من تواجد مع فريق الدجلاوي من قبل. كرة عالية ملعوبة من عمرو موسى تصل إلى داخل منطقة جزاء فريق وادي دجلة عند الحارس هيثم محمد، واللي طبعا بيتدخل مع أحمد رؤوف يعتذر له. كما نشاهد أمامنا في لقطة العادة صورة تأتينا الآن هنا في الشاشة لحدوث عطل مفاجئ. شكرا للزملاء الفنيين على إصلاح هذا العطل المفاجئ الذي تعرضنا له مع بداية أحداث الشوط الأول من هذا اللقاء. كما نشاهد ونلاحظ في الكرة المعادة من عمرو موسى يلعبها داخل منطقة الجزاء عالية بالونية سهلة ليد حارس المرمى هيثم محمد. هذه الكرة العالية في اتجاه دودو الجباس، هو الآخر من ارتدى القميص الأبيض أو الأخضر للنسر البورسعيدي اليوم الذي يريد أن يحلق في سماء الإسماعيلية ويخترق حدود الوادي. كرة في الجانب الأيسر، محاولة امتلاك الكرة ملعوبة محمد عادل جمعة، أرضية تبحث عن قدم بورسعيدية، تعود مرة ثانية من جديد والمحاولة تبقى مستمرة ناحية الشمال عند لاعب محمد عاشور الأدهم. تدخل رجب نبيل وأمامنا الرجل المقنع سامح عبد الفضيل. انطلاقة تبدو خطورة في منتهى الخطورة، كرة الملعوبة من ناحية اليسار داخل منطقة جزاء وادي دجلة. ترتد مرة ثانية محمد فاروق يلعب إلى حمد فيصل، في اليمين تامر محب. مباراة مشتعلة بحماس ورغبة وإصرار وعزيمة والتحدي من لاعب الفريقين. كما تحدثنا في بداية المباراة بأن المصري يحتل المركز السادس عشر برصيد 43 نقطة، يتعرض لموقف حرج والفريق يسعى اليوم لتدارك النتائج السيئة في الفترة الأخيرة حينما هزم من الإنبي بثلاث أهداف مقابل هدف والتعادل كان أمام فريق اتحاد الشرطة بدون أهداف. خطأ لمصلحة فريق وادي دجلة من ناحية خط التماس من وسط ملعب المصري ناحية اليمين، تصل في أقصى الجانب الأيسر لمنطقة جزاء المصري البورسعيدي للخطير ستانلي أوهاويتشي هداف فريق الدجلاوي برصيد 12 هدف. ثاني الهدافين في الفريق الأصفر دودو الجباس ابن المصري البورسعيدي في السابق وعنده 11 هدف. أحمد رؤوف صاحب القميص رقم 17 واللي لديه 9 أهداف، هو كبير الهدافين في فريق المصري البورسعيدي، يتعرض لدفعة زي ما شفنا في لقطة العادة من سامح عبد الفضيل الرجل المقنع والذي يرتدي هذا القناع الواقي قناع الوجه كما يرتديه معتمد محسن لاعب قلب دفاع فريق الرجاء، وعلى المثال الأوروبي يرتديه ليفاندوفسكي نجم بروسيا دورتموند السابق والفريق البافاري بايرن ميونخ الحالي ونجم منتخب بولندا، وكذلك سيسك فابريغاس لاعب تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الأسباني الماتادور. كرة تعود رجب نبيل يلعب الكرة العالية. الدقائق الأولى نقترب من 10 دقائق الآن من عمر أحداث الشوط الأول. التعادل ما زال هو سيد الموقف بدون أهداف، لا خطورة على أي من المرميين، لكن في الدقائق الأولى في أول 3 دقائق كرة ثابتة كان نفذها مهاب سعيد داخل منطقة جزاء المصري وارتقى لها طبعا اللاعب رجب نبيل قلب دفاع وادي دجلة، لعبها براس راحت إلى منتصف المرمى. كرة تأتي هدية لعمرو موسى اللي استعجل وتسرع في الكرة اللي فاتت وشاطها أرضية ضعيفة تروح إلى وسط المرمى. يندب حظه أمامنا عمرو موسى لاعب خط الوسط وصاحب قميص رقم 8 اللي عنده 26 سنة، اليوم يلعب اللقاء رقم 29 مع المصري هذا الموسم، قادم من فريق نابارو أحد أندية دوري القسم الثالث. تقدم في الجانب الأيسر الجبهة اليسرى محمد عادل جمعة، ملعوبة مش ممكن في منتهى الخطورة الكرة اللي فاتت، لكن تمركز جيد من اللاعب اللي قدامنا ويظهر في الصورة رجب نبيل ومن قلب الدفاع يحول الكرة براسية قبل أن تصل إلى أحمد رؤوف اللاعب الفيلسوف واللي دائما ما يضع النقاط فوق الحروف، وهذا ما يتمناه كل بورسعيدي وابن تواجد على أرض المدينة الباسلة اللي يريد اليوم فريق المصري أن يسعد أنصاره وعشاقه في كل مكان. ركنية من على يمين حارس المرمى ملعوبة، هي الأولى في هذا اللقاء لمصلحة فريق المصري. تمركز دفاعي جيد من خلال الرباعي تامر محب رجب نبيل سامع عبد الفضيل وسيد سالم. رمي التماس تنفذ ملعوبة من ناحية اليسار لكن بعيدة تماما كل البعد خارج الملعب إلى ركلة مرمى. محمد عاشور الأدهم أمامنا على الصورة
كان يتواجد ايضا محمد اشرف، اللاعب اللي بيلعب بمثابه راس الحربه الاخر اللي خلف احمد رؤوف، بيفتقد لحماده يحيى اللي جالس على مقاعد البدلاء. هنا قدامنا كره طويله ملعوبه بالقرب من حدود منطقه جزاء المصري. ويلسون اكاكبو يبعد الكره خارج ملعب رامي تماس، حوار جانبي ما بين ويلسون ومحمد جبر في رقابه ستانلي وكذلك دودو الجباس. ملعوبه من ناحيه اليمين فيها خطوره، محمد جبر براسيه حولها لوسط ملعب محمد اشرف، كره تطول دخول محمد خليفه، هيا الكره لاشرف من جديد القادم من تليفونات بني سويف. محمد لمحمد خليفه، تقارب الخطوط وحسن الانتشار قدامنا، ممكن ينهي الهجمه دي بشكل جيد وبهدف اول مبكر ربما ياتي عن طريق هذا اللاعب عمرو موسى. ملعوبه فيها خطوره، اوه مش ممكن اولى الفرص والمحاولات الحقيقيه للفريق البورسعيدي كما نتابع جمله منسقه جميله جاءت من ناحيه اليمين، لا هي فعليه ولا هي اسميه، جمله بورسعيديه فنيه جميله جدا من خلال تقارب الخطوط كما نشاهد في لقطه الاعاده. انتهت من عمرو موسى الى قدم اليمنى عند لاعب احمد رؤوف مع تكتل دفاعي، دخول تامر محب، متابعه رجب نبيل، انقضاض حامد فيصل، والكره اتجهت ناحيه الشمال وراحت الى ركله مرمى من على طبعا يسار حارس المرمى اللي اكتفى بالمشاهده والفرجه في اولى الكرات الخطيره على مرمى هيثم محمد لفريق وادي دجله. كانت المحاوله من نصيب المصري البورسعيدي. محمد عاشور الادم لاعب الارتكاز الكابيتانو يحمل شاره القياده. ويلسون وسط ملعب عبد العزيز موسى القادم من فريق انبي على سبيل الاعاره حتى نهايه هذا الموسم، لاعب اللي سبق وان تواجد مع فريق الداخليه اللي تعادل امس امام فريق الاسماعيلي، والفريق اللي بيحتل المركز 15 برصيد 43 نقطه بالتساوي مع فريق المصري في عدد النقاط. محمد اشرف لعبد العزيز موسى في وسط ملعب وادي دجله، الكره الان موجوده من محمد عاشور الادهم. محمد فاروق لاعب وسط فريق وادي دجله وحامد فيصل هيكون عليهم مهام ثقيله واحمال كبيره بالتاكيد وعبء كبير في مواجهه خط وسط فريق المصري من خلال عاشور الادهم وعبد العزيز موسى مع تقدم كذلك عمرو موسى ومحمد ايضا خليفه. كره من اليمين ملعوبه عاليه، سيد عبد العال في اتجاه محمد خليفه، تصل عند لاعب ستانلي في الوسط الى محمد فاروق قادم من الاهلي بعدما كان ترك ذئاب الجبل فريق المقاول العرب. خطا من محمود عاشور تحصل عليه محمد فاروق قدامنا، الدخول في اولى المباراه اللي يديرها محمود عاشور لفريق دجله، لم يدير من قبل اي مباراه هذا الموسم بينما ادار مباراتين لفريق المصري في الجوله رقم 22 والفوز على العاب دمنهور بنتيجه هدفين مقابل هدف، وفي الجوله رقم 28 امام حرس الحدود وكانت انتهت بالتعادل بدون اهداف. في اليمين تامر محب تصل ناحيه اليمين في وسط ملعب المصري، كره مقطوعه من امام لاعب اللي كان متقدم حامد فيصل. محمد اشرف عوده الى الادهم، يفتقد المصري لجهود احمد داوود اللي بيغيب عن هذا اللقاء، بينما وادي دجله يفتقد لخدمات حسام عرفات، اسلام عادل، احمد عبد الرؤوف. تقدم لفريق المصري، محمد خليفه يلعب لاحمد رؤوف، حضرها له سندها له، تصويبه حلوه الفكره اللي فاتت من خلال محمد خليفه يلعب لرؤوف ورؤوف حضر. شوف محمد استغل المساحه الموجوده ما بين خط الوسط ودفاع عند الفريق الدجلاوي على الرغم من ضغط حامد فيصل وضغط رجب نبيل على احمد رؤوف في اللقطه اللي فاتت قدامنا في هذه الاعاده. ارتدت الى محمد خليفه اللي كان عنده قرار التصويب وسدد بيمناه لكن تعلو فوق عارضه حارس المرمى هيثم محمد وتحاول خارج الملعب الى ركله مرمى. سقوط احمد رؤوف على ارضيه الملعب، مرور 15 دقيقه الان مشاهدينا في كل مكان، من يتابعنا ويلتحق بنا عبر شاشه نايل سبورت والتلفزيون المصري. والتعادل حتى الان هو سيد الموقف هنا في استاد الاسماعيليه ما بين المصري البورسعيدي وفريق وادي دجله، ولدينا حضور من جانب محبي وعشاق النادي المصري البورسعيدي من خلال زملاء صحفيين اللي حضروا لتغطيه احداث هذه المباراه.
امامنا احمد رؤوف عنده 9 اهداف. احمد هدفين في مرمى الاسيوطي، هدف في مرمى دمنهور، كما له هدف في مرمى الجونه والنصر والجيش وسموحه والمقصه، وكان له هدف ايضا في مرمى الاسيوطي في لقاء الدور الثاني لما فاز الفريق بهدفين مقابل لا شيء في الجوله رقم 2 ورقم 21. حماده صدقي في حوار مع مختار يظهر على الصوره الان. حماده صدقي ومن قبل كان هناك ظهور مختار المدير الفني لفريق المصري بورسعيد اللي تولى القياده الفنيه بعد الرحيل الاسباني خوان خوزيه ماكيدا عن قياده الفنيه للفريق المصري البورسعيدي. دودو الجباس مع مهاب سعيد يلعب الى ستانلي، يحضر ناحيه شمال سيد سالم مضغوط عليه من محمد خليفه. شوف الضغط، حسن الانتشار عند فريق المصري البورسعيدي اللي عامل كثافه عدديه في منطقه وسط ملعبه، وبالتالي بصعب مهمه وصول الكره من قدم زميل الى زميل ناحيه فريق وادي دجله اللي يجد صعوبه حتى الان في استمراريه الهجمه اللي لم تكتمل بخطورتها على مرمى محمد عواد. محمد جبر وسط ملعب، محمد خليفه عوده الى عبد العزيز موسى مره ثانيه. محمد جبر، مباراه بدات بشكل حماسي من جانب الفريقين، رغبه في تسجيل هدف مبكر لبعثره الاوراق، هذا ما يتمناه فريق المصري، هذا ما يسعى اليه ايضا في الجانب الاخر وادي دجله اللي بينافس على الدخول الى المربع الذهبي وينافس بقوه وبشراسه فريق مصر مقصه اللي بيلتقي في نفس توقيت هذا اللقاء مع فريق اتحاد الشرطه. كما نعلم مقصه في المركز الرابع 55 نقطه، اتحاد الشرطه بيتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 45 نقطه، وكره عرضيه ملعوبه من ناحيه اليمين. محمد خليفه اللي قدامنا على الصوره لعبها عرضيه وصلت الى احضان الحارس هيثم محمد، مع دخول كان من محمد فاروق اللي ساقط على ارضيه الملعب. لا خطوره حتى الان، بينما اقرب الكرات نحو الشباك واللي كادت ان تهز القلوب البورسعيديه قبل ان تهتز بها شباك مرمى دجله والحارس هيثم محمد، كانت كره اللاعب احمد رؤوف خلال جمله جميله لعبت من محمد اشرف مع خليفه وصلت الى عمرو موسى اللي هيئها الى احمد رؤوف اللي كان متقدم بدون اي رقابه لصيقه وبكل ارتياحيه، لعبها بباطن القدم الايمن على يسار الحارس هيثم محمد، مرت بردا وسلاما على الفريق الدجلاوي. صافره محمود عاشور، رايه من المساعد الثاني احمد نوفل، خطا لمصلحه فريق وادي دجله بجوار خط التماس. قدامنا التقدم من رونالد كامبامبا لاعب الزامبي شهير بساتي قادم من فريق ناكانا ريد ديفلز، عنده 21 سنه، لاعب اللي كان شارك مع منتخب بلاده الملقب بالرصاصات النحاسيه في افريقيا الاخيره 2015 واللي اقيمت في غينيا الاستوائيه بعد اعتذار دوله المغرب الشقيق عن استضافه البطوله التي توج بها المنتخب الايفواري. اسود ساحل العاج الافيال على حساب بلاك ستارز منتخب غانا، كان التتويج لرفقاء واصدقاء ديدييه دروجبا ويايا توري. وسط ملعب دجله، كره موجوده، محمد اشرف لمصلحه فريق المصري، يتواجد هيثم محمد بتمركز جيد وحضور مثالي في اللقطه اللي فاتت وخروج من مرماه في توقيت مناسب. قدامنا كره العاليه الملعوبه ومحمد اشرف، وادي قدامنا هيثم محمد اللي بيحمل شارة القياده، ملعوبه جميله في اتجاه احمد رؤوف ومحمد خليفه، لكن شوف الانقضاض والخروج في توقيت مناسب وقراءه كل الكرات الملعوبه من ناحيه اليمين او اليسار، والاجاده في التعامل مع العاب الهواء مع سقوط على ارضيه الملعب. الملعب 5 مواجهات من قبل ايها الاصدقاء جمعت ما بين الفريقين. مصر فاز في لقاءين بنتيجه 4 أهداف مقابل لا شيء في اولى مواجهات الفريقين معا في موسم 2010 2011 في الدور الاول، وفي الدور الثاني في بورسعيد كان فاز الفريق بهدفين مقابل لا شيء. بينما وادي دجله هو اللي تغلب على المصري في مواجهتين الموسم الماضي ولقاء الدور الثاني بهدفين مقابل هدف، وفي الموسم الحالي وفي الدور الاول وفي الاسبوع 17 كان الفوز العريض 4-1. ستانلي كان له هاتريك
واحمد المرغني كان وقع على هدف اللاعب الموجود على مقاعد البدلاء، بينما احمد ياسر هو اللي كان سجل الهدف الوحيد لفريق النادي المصري وايضا يتواجد على مقاعد البدلاء. تعادل وحيد كان بدون اهداف في لقاء الفريقين معا الموسم الماضي في لقاء الدور الاول. 14 هدف هي حصيله عدد الاهداف في الخمس مواجهات ما بين الفريقين، منهم 8 اهداف للمصري و6 اهداف لفريق وادي دجله. والمواجهه السادسه لمن تبتسم؟ هذا هو السؤال اللي هتجيب عنه السحاره المستديره الاميره المجنونه كره القدم في هذا اللقاء. كره تبعد محمد جبر من امام دودو الجباس. سامح عبد الفضيل الوثب على ظهر اللاعب المنافس احمد رؤوف في اللقطه اللي فاتت، خطا الى محمد خليفه اللي يجيد عمليه الانطلاقه من ناحيه اليمين، بيلعب عرضيه تصطدم والى خارج الملعب كما يشير مساعد الاول لحكم اللقاء الدولي ايمن دجيش بوجود ركله مرمى. كره اصطدمت بسيد سالم الظهير الايسر لوادي دجله، ثم عادت لترتطم بقدم محمد خليفه وتحول خارج الملعب. ركله مرمى ويلسون كاكبو لاعب الغاني صاحب ال 22 سنه اللي خاض 31 مباراه، سجل هدف. ويلسون كان في مرمى الاسيوطي في مواجهه الفريق مع الاسيوطي في الاسبوع الثاني، والفوز كان 3-1. والانتصارات اللي حققها فريق المصري من اصل 11 فوز خلال 34 لعبها الفريق، 10 تعادلات 13 هزيمه، سجل 33 هدف واهتزت شباكه ب 37 هدف. ادي الكره البينيه ناحيه اليمين، محاوله اللحاق من محمد خليفه تطول، كانت ملعوبه عن طريق محمد اشرف في اللقطه اللي فاتت، والتقدم كان من ناحيه السيد عبد العال لاعب الجناح الايمن في تشكيله خط الدفاع لفريق المصري البورسعيدي. بينما اللي على صوره قدامنا ده عبد العزيز موسى لاعب فريق الداخليه الاسبق ولاعب انبي السابق، واللي قادم الى صفوف المصري على سبيل الاعاره لمده 6 شهور حتى نهايه هذا الموسم من فتره الانتقالات الشتويه. مطالبه بلمسه يد من محمد خليفه على سيد سالم. حكم اللقاء قريب يقول لا شيء، ايضا ايمن دجيش كان لها هو الاقرب خارج الملعب. الان في الاخير تحاول الرميه تماس سيد عبد العال، تقدم سيد ناحيه اليمين، ممكن لو عدى من مهاب سعيد وارسل عرضيه ممكن تشكل خطوره، لكن في اعاقه المره دي من مهاب سعيد. ادي قدامنا مهاب محاوله المرور، وجد ان الطريق مسدود ومهاب والعرقله. شوف القدم اليمنى دخولها على القدم اليمنى لسيد عبد العال، والدولي ايمن دجيش المساعد الاول لحكم اللقاء عن قرب موجود يرفع رايته ويشير بوجود خطا. بناء على هذه الاشاره صفر على طول محمود عاشور. شوف الرقابه، كرات الثابته اللي ممكن تفك بقى الشفره الدفاعيه لفريق وادي دجله من ناحيه الكرات الثابته للمصري. اوبا ترتد تبحث عن قدم عاشور، لاعب اللي دائما ما يطلق الصواريخ، لديه قدم يمنى تعرف الطريق نحو المرمى، واللاعب اللي حتى الان سجل مع فريق المصري 4 اهداف، منهم هدفين في مرمى الرجاء، هدف في مرمى الاسيوطي وهدف في مرمى العاب دمنهور. عاشور الادهم قائد الفريق البورسعيدي واللي شارك في 27 مباراه. دودو الجباس واحد من ابناء النادي المصري من قبل، خاض مع المصري 45 مباراه، سجل خلالهم 10 اهداف. ومع فريق وادي دجله وهذا الموسم في 29 مباراه سجل 11 هدف. دودو الجباس كان اخرهم هدف في مرمى فريق الداخليه في اللقاء اللي كان انتهى بنتيجه التعادل الايجابي 3-3 في اطار لقاءات الجوله رقم 33. تماس من ناحيه الشمال من وسط ملعب المصري، سيد سالم لعبها ترتد محمد خليفه، لكن في عمليه زحام وكثافه عدديه في وسط ملعب بتصعب مهمه وصول الكره الى الخط الامامي الهجومي عند كلا الفريقين. وان كان المصري حتى الان هو الافضل حالا خلال 25 دقيقه اللي مرت من عمر الشوط الاول. عبد العزيز موسى مضايقه من حامد فيصل اللي بيحجز عليه، يلعبها ناحيه الشمال محمد عادل جمعه الى محمد اشرف، استلم كورته ولف ودار وعوده الى وسط ملعب، تقدم من جديد للامام. محمد عاشور الادهم، اعتقد ان فريق المصري بيفتقد خلال الدقائق اللي مضت من عمر الشوط الاول للمسات لاعب فنان ومهاري بقيمه محمود عبد الحكيم.
اللي متواجد على مقاعد البدلاء. صافرة محمود عاشور خطأ لمصلحة فريق المصري من مسافة بعيدة على تنفيذ محمد عاشور الأدهم من على مسافة 35 متر، مواجهة لمرمى هيثم محمد. من الصعب أن تسكن الشباك، لكن ما فيش صعب على عاشور الأدهم اللي عملها من قبل في مرمى الرجاء من إحدى الكرات الثابتة وأيضا من إحدى الكرات المتحركة. ملعوبة داخل منطقة الجزاء عند محمد جبر، رقابة دفاعية جميلة، هوبا تصويبة حلوة جميلة قوية على طول صحتنا من لحظة نعاس، وبالتالي يستفيق النادي المصري على تصويبة اللاعب عمرو موسى. شوف الكرة من على مسافة 25 متر تقريبا قوية، لكن بصورة وطريقة فدائية كما نلاحظ في لقطة الإعادة. رجب نبيل يتدخل وإبعاد من داخل منطقة الجزاء، لولا رأسية رجب نبيل لكانت خلاص اتجهت على يسار هيثم محمد لتغرد وتعلن عن هدف أول لفريق النادي المصري البورسعيدي. حتى الآن جماهير المصري في انتظار انطلاق مدفع الإفطار التهديفي حسب التوقيت المحلي لمدينة بورسعيد. رمي تماس سيد عبد العال، ملعوبة في اتجاه رؤوف، دخول مهاب سعيد، رونالد كامبامبا، دفعة من عبد العزيز موسى في ظهر لاعب رونالد كامبامبا. في اللقطة اللي فاتت ادي اللاعب اللي بيرجع لقيامه بأدوار هجومية في بعض الأوقات وأيضا بيقوم ببعض الأدوار الدفاعية. اللقطة اللي فاتت تداخل مع رونالد كامبامبا. كرة في اليمين، تامر محب لاعب بتروجيت الأسبق، لاعب الرجاء السابق، لاعب الظهير الأيمن قدامنا على الصورة تامر محب صاحب 28 سنة اللي اليوم يلعب اللقاء رقم 31 مع فريق وادي دجلة، فريق اللي نتائجه في الدور الثاني لم تكن على الشكل الجيد. فريق اللي لعب 14 مباراة قبل هذا اللقاء في الدور الثاني، حقق فوزين فقط و9 تعادلات 3 هزائم، تحصل على 15 نقطة من أصل 50 نقطة. كان الفريق في الدور الأول تحصل على 35 نقطة. أعتقد أن لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل وتؤكد كل الحقائق. من جديد كرة في وسط ملعب وادي دجلة، رجب نبيل إلى حامد فيصل، تطول مقطوعة عند عبد العزيز موسى، لف دار يلعب لتصل عند الأدهم في الشمال، يحطها محمد عادل جمعة. من جديد عاشور لما كورته محاولة المرور، لكن دخول كامبامبا. شوف المضايقة، عارفين قيمة وخطورة هذا لاعب محمد عاشور الأدهم اللي كان خلاص بيحضر ويهيئ الكرة على رجله اليمين علشان يطلق لها العنان ويسدد صاروخ من صواريخه البالستية، لولا دخول كامبامبا اللي متعصب وكان متهور في اللقطة اللي فاتت مع ردة فعل غاضبة من عاشور الأدهم على هذه الدفعة اللي بنشاهدها في لقطة الإعادة، مع تدخل على الفور من حكم اللقاء محمود عاشور اللي ينهي حالة الجدل ما بين الزامبي كامبامبا ومحمد عاشور الأدهم. وكرة من مسافة قريبة تبدو 23 متر، هيثم محمد محاولة ضبط الحائط البشري قدامنا، دودو الجباس، محمد فاروق، حامد فيصل، وعلى مسافة 9 أمتار 15 سنتي. كرة تتعلق بقلوب عشاق المصري، ينتظرون هدف من عاشور الأدهم بصاروخ من صواريخ البالستية. عاشور هوبا على طول يسدد محمد عاشور اللي بيهدد حتى الآن دفاعات فريق وادي دجلة اللي متماسكة. محمد خليفة من جديد، كرة داخل منطقة الجزاء، حاولة المرور، ما فيش زيادة عددية هجومية بينما الكثافة الدفاعية تتواجد باللون الأصفر عند وادي دجلة. وعلى طول سيد سالم كرة تصطدم وتحول خارج الملعب إلى رمي التماس. شوف القوة والالتحامات وألعاب الهواء ويعني نطحات السحاب داخل منطقة جزاء وادي دجلة ما بين سامع عبد الفضيل وأحمد رؤوف في اللقطة اللي فاتت. ملعوبة داخل منطقة الجزاء، المرة دي كان تقدم سيد عبد العال، راحت أقصى الجانب الأيسر، أحمد رؤوف يطارد من قبل سامع عبد الفضيل خارج حدود منطقة الجزاء. محمد عادل جمعة الظهير الأيسر عايز يحضر لإرسال كرة عرضية، لسه بيفكر يلعبها لكن ما وصلتش عند أحمد رؤوف، لم تصل، مقطوعة. حامد فيصل ثم إبعاد سامع عبد الفضيل، تغطية من ناحية اللاعب ويلسون أكاكبو خارج ملعب رامي التماس. ملعوبة بسرعة لمصلحة وادي دجلة.
تامر محب في وسط الملعب، محمد فاروق واحد من الأوراق الفنية الهجومية اللي ممكن تغير من سير هذا اللقاء بانطلاقاته ومهاراته بالتعاون مع مهاب سعيد، لكن فريق الدجلاوي عاجز حتى الآن في الوصول إلى مرمى محمد عواد. رونالد كامبامبا، دودو الجباس، كرة مقطوعة، محمد جبر عمل تغطية جميلة في اللقطة اللي فاتت بالتعاون مع ويلسون، خارج ملعب رامي تماس على تنفيذ سيد سالم، ملعوبة من سيد سالم. عمرو موسى صاحب التصويبة القوية اللي كانت لو اتجهت وخدت مسارها الصحيح وراحت على يسار هيثم محمد لكادت أن تعلن عن فرحة أولى وهدف لمصلحة المصري البورسعيدي. مرة ثانية محمد أشرف في اليمين عند لاعب عمرو موسى، كرة طويلة مرت إلى خارج ملعب، ركلة مرمى من قبل عمرو موسى، حاول إنه يلحق كورته في الكرة اللي فاتت قدامنا في المحاولة، كانت التمريرة قوية من محمد أشرف في اللقطة اللي فاتت، عمل سبرنت وحاول إنه يلحق بالكرة عشان يعمل بناء هجمة. في الأخير تحولت إلى ركلة مرمى. هيثم محمد يلعب أمام فريقه السابق، دودو الجباس هو الآخر في القيادة الهجومية لدجلة، يلعب أمام فريقه السابق، تقدم من ناحية اليسار مهاب سعيد، مهاب عدى وفات، مهاب يلعبها تصطدم بمحمد جبر وإلى خارج الملعب. أولى الركلات الركنية في هذا اللقاء لمصلحة فريق وادي دجلة، فريق المصري اللي تحصل على حتى الآن ركنيتين، وأولى الركلات الركنية من على يمين حارس المرمى معواد القادم من فريق الإسماعيلي، ملعوبة ركنية على حدود منطقة الجزاء، ترجع مرة تانية مهاب سعيد يلعبها عالية سهلة إلى يد حارس المرمى عواد صاحب ال 22 سنة واللي اليوم يلعب اللقاء ال20 مع فريق المصري. أحمد رؤوف في سباق وحوار جانبي من ناحية خط التماس مع سيد سالم خارج الملعب بلا رمي التماس، لقاء يعتبر بمثابة مفترق طرق للمصري البورسعيدي. كرة مقطوعة من مهاب، ملعوبة عبد العزيز موسى يحضر بسرعة عودة رجب نبيل وكذلك محمد فاروق، يرجعوا مرة تانية فريق المصري لترتيب الأوراق الهجومية. عمرو موسى في اليمين مفيش تسلل، حلوة جميلة سيد عبد العال، محمد خليفة ملعوبة عرضية فيها خطورة، متابعة متأخرة من أحمد رؤوف أو غياب التمركز الهجومي في اللقطة اللي فاتت، وإلى خارج الملعب ركلة مرمى. أدي قدامنا شوف الأوفرلاب من سيد عبد العال، محمد خليفة، هيثم محمد اللي حاول إنه يلمس الكرة لكن ما لمسهاش في اللقطة اللي فاتت، وبالتالي راحت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق وادي دجلة. كرة اللي كانت تحتاج متابعة عكسية هجومية من القائم الأيسر البعيد من خلال أحمد رؤوف أو محمد أشرف في اللقطة اللي فاتت. في الشك إن تمركز داخل منطقة الجزاء مهارة من مهارات الهدافين الكبار. عاشور الأدهم مع ستانلي أوهاويتشي، وخطأ لمصلحة محمد عاشور الأدهم. شوف الدفعة، حتى الآن حكم اللقاء يحتفظ بهدوءه، لم يشهر أي بطاقات صفراء بعد مرور 35 دقيقة من عمر أحداث الشوط الأول من هذا اللقاء العصيب على الفريقين، وبالأخص فريق المصري اللي ليس لديه خيار ثاني، ليس لديه خيار ثاني بالتأكيد. نعم، هو الفريق الذي يبحث عن الانتصار والفوز، ولا بديل عن تحقيق الانتصار في مباراة يبحث من خلالها عن الثلاث نقاط والوصول للنقطة رقم 46. كرة في اليمين ملعوبة من عمرو موسى لسيد عبد العالي، يبص يلعبها عالية ناحية الشمال لكن بعيدة، بتمر إلى ركلة مرمى لفائدة الفريق الدجلاوي. حتى الآن الكرة ملعوبة من ناحية اليمين من سيد عبد العال أو من ناحية اليسار من قبل محمد عادل جمعة، غير متقنة على الإطلاق، وبالتالي بتضيع المجهود الهجومي الكبير اللي بيبذله خط الوسط وكذلك التحضير من ناحية خط الدفاع، وكل هذه المحاولات تنتهي بالفشل ولم يكتب لها النجاح حتى هذه اللحظة. هيثم محمد، رونالد كامبامبا، كرة تصل دودو الجباس، يسدد دودو لكن إلى خارج الملعب، حب يحطها كرباج
في لحظة تقدم حارس المرمى محمد عواد. قدامنا دودو 45 مباراة خاضها من قبل مع فريق المصري البورسعيدي، ودي لقطة العادة حاول يحطها لوب في لحظة تقدم حارس المرمى عواد لخطوات بعيدة عن المرميين، بعيدة عن القائمين والعارضة. دفعة من محمد أشرف في ظهر تامر محب، ادي الدفعة قدامنا والسقوط على أرضية الملعب. 34 مباراة لعبها المصري قبل هذا اللقاء، حقق 11 فوز، والانتصاراته كانت على فريق الأسيوطي في الجولة الثانية 3-1، وآخر انتصاراته كانت على حساب فريق الجونة في الجولة رقم 31 بهدف واحد دون مقابل. بهدف كان حمل توقيع لاعب أحمد رؤوف هداف الفريق حتى الآن برصيد 9 أهداف. شوف الرقابة اللصيقة، محمد جبر مع دودو الجباس، رامي تمس من ناحية اليمين، تامر محب يلعب الكرة العالية في اتجاه ستانلي، لم كورته، حذاري من هذا اللاعب الخطير ستانلي القطار النيجيري السريع، اللاعب اللي داخل منطقة الجزاء لا يرحم ولا يترك الفرصة تمر من أمام قدمه بسهولة مرور الكرام، دائما ما يضع الأختام سواء بالقدم أو بالرأس. ويلسون أكاكبو حتى الآن التزام دفاعي جيد من قبل قلبي دفاع ويلسون ومحمد جبر، كذلك في اليمين سيد عبد العال وناحية الشمال محمد عادل جمعة. ما فيش خطورة لم تحقق بعد على مرمى فريق المصري. تقدم المرة دي مهاب سعيد، محاولة اختراق بمجهود فردي لكن صافرة محمود عاشور حكم اللقاء والخطأ لفائدة المصري البورسعيدي. مباراة حتى الآن في شوط أول أيها الأحبة متوسطة المستوى من الجانبين، وإن كان المصري كان الأكثر نشاطا مع الدقائق الأولى وكان لديه حمى البداية، وكانت لديه الرغبة في أن يسجل هدف مبكر عن طريق أحمد رؤوف ومحاولات عاشور الأدهم وكذلك عمرو موسى من وسط الملعب، ومن خلال سلاح التصويب اللي حتى الآن لم يصيب شباك أي من الفريقين وبالأخص مرمى هيثم محمد، لأن المحاولات الأكثر تواجدا حتى الآن من قبل فريق المصري البورسعيدي. سيد سالم رامي تماس لاعب الظهير الأيسر كان عنده هدف في مرمى فريق سموحة في الجولة رقم 34 لما خسر الفريق 3-1، كان متقدم سيد سالم، تعادل علاء علي ثم سجل اللاعب صلاح أمين. بعد ذلك كان الهدف الثالث لفريق سموحة من خلال أيمن أشرف. تعود من جديد حامد فيصل، سامح عبد الفضيل لاعب الإسماعيلي السابق، محمد عادل جمعة، كرة الخطيرة المرتدة عن طريق دودو الجباس، لكن 4 مدافعين أمام ثنائي خط هجوم دجلة. الهجمة لم تشكل خطورة، ترجع عند محمد خليفة لما كورته محمد يلعب إلى رؤوف. أعتقد إن هو في حاجة إلى رأس حرب آخر أو في حاجة إلى لاعب مهاري صانع ألعاب بلاي ميكر بمواصفات محمود عبد الحكيم الجالس على مقاعد البدلاء، أو بمواصفات أحمد داوودة اللي بيغيب عن هذه المواجهة أمام فريق وادي دجلة. أدي خطأ على رؤوف في اللقطة اللي فاتت لفائدة رجب نبيل اللي بيأدي دور طيب حتى الآن ومتفاهم مع سامح عبد الفضيل على الرغم من الرغبة الهجومية عند فريق المصري، اللي أن دفاع دجلة متماسك. رونالد كامبامبا يلعب إلى ستانلي، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، عايز يلف ودور ويشوط ويفاجئ حارس المرمى عواد، لكن الرقابة كانت لصيقة في اللقطة اللي فاتت. مقطوعة مرة ثانية مرتدة، الكاونتر اتاك سلاح الفتاك اللي دائما ما يجعلك أمام الشباك. كرة عند محمد خليفة لكن داخل منطقة الجزاء، توصل عند اللاعب والحارس هيثم محمد، توصل عند هيثم محمد، يبدأ بسرعة سيد سالم حكم اللقاء قريب يا كل شيء. أحمد رؤوف ضغط على سيد سالم، راحت إلى عمرو موسى، يلعب إلى رؤوف ممكن يسدد، عملها إلى محمد أشرف. محاولة الاختراق من أعماق دفاعات دجلة المتماسكة، واللي أعتقد فريق المصري حتى الآن يجد صعوبة لغياب عنصر الإمداد والتمويل الهجومي من اليمين أو الشمال من ناحية سيد عبد العال ومحمد عادل جمعة، فبيفكر أوقاتا يعني اللاعب خليفة بالتعاون مع رؤوف أو عمرو موسى كيفية اختراق دفاعات فريق دجلة من عمق الملعب من خلال نظرية القادمون من الخلف للأمام حتى الآن اللي لم تطبق بطريقة صحيحة. مرة تانية أحمد رؤوف إلى محمد خليفة بمجهود فردي، أصبحت يعني خطوط متباعدة
عدم وجود تقارب وانسجام ما بين محمد خليفة وأحمد رؤوف، واعتقد ربما يفكر مختار في انه يدفع باللاعب حمد يحيى يلعب بجوار احمد رؤوف على حساب محمد خليفة اللي حتى الان غير موفق وغير متفاهم ومنسجم مع احمد رؤوف، او ربما يفكر في الاقحام باللاعب محمود عبد الحكيم كلاعب لكي يكون حلقة الربط وهمزة الوصل ما بين خط الوسط والهجوم. في كرة في الجانب الايسر سيد سالم، دخول كرة مقطوعة سريعة مرتدة، احمد رؤوف ترجع مرة تانية لفريق وادي دجلة اللي الان اصبحت لديه قدرة على بناء الهجمة المرتدة، لكن حكم اللقاء محمود عاشور في هذه اللحظة يوقف اللقاء في خشونة في الكرات الأخيرة من خلال الالتحامات القوية من جانب رؤوف ومحمد خليفة مع لاعبي فريق وادي دجلة. ادي قدامنا سيد سالم وعملية التاكلينج والدخول من احمد رؤوف مع اعتراضات جاءت من قبل الجهاز الفني لدجلة وايضا البدلاء على الكرة اللي فاتت ان حكم اللقاء لم يحتسب خطأ، بينما عاد حكم اللقاء ليوقف المباراة في اطمئنان على سيد سالم. كرة الآن مع فريق وادي دجلة، فريق اللي يلعب دون أي ضغوط عليه، يحتل مركز السادس ولكن ينافس بقوة على المقعد الرابع مع فريق مصر مقاصة. رؤوف يعالج خارج أرضية الملعب، أحمد رؤوف اللي بيغيب عن التهديف في آخر 4 جولات، آخر أهدافه كان في مرمى فريق الجونة في الجولة رقم 31 بهدف 1 دون مقابل مع اللحظات الأخيرة. سيد عبد العال لاعب طلائع الجيش السابق في وسط ملعب عبد العزيز موسى، دافع حكم اللقاء يشير باستئناف اللعب، كرة في مصلحة المصري لا يريد أن يعطل من المسيرة الهجومية. محمد أشرف، عمرو موسى ممكن يسدد، يلعب رؤوف، أوبا مش ممكن، أحمد رؤوف شوطة تجلي وشوطة تصيب، لكن المرة اللي فاتت جلى أحمد رؤوف اللي يتعثر داخل منطقة الجزاء وكان غير قادر على ترجمة الكرة الجميلة الملعوبة في أعماق الدفاع. شوف عمرو موسى لمسها بسن الحذاء بالقدم اليسرى، أحمد رؤوف أوبا حاول إنه يسدد بيمناه في دخول سامع عبد الفضيل، كرة مرت من تحت القدم اليمنى وبالتالي شوطة تجلي وشوطة تصيب. لو صابت كان الكل هيقول أنت الحبيب، أنت الحريف، أنت القريب، وكان خلاص هيكون بمثابة العقرب ومن الشباك كان هو الأقرب. أحمد رؤوف مع الدقائق الأخيرة والدقيقة اللي بنقترب إليها الآن 45 دقيقة اقتربنا إليها من عمر أحداث الشوط الأول لهذا اللقاء في مباراة قد تبدو مثيرة في الشوط الثاني لو لم يأتي هدف في الشوط الأول. مقطوعة محاولة عاشور، مش ممكن محمد عاشور يلعب الكرة اللي فاتت بتصويبة قوية، لكن تصدي ممتاز من هيثم محمد اللي تمركز جيد في الكرة اللي فاتت قدامنا في لقطة العادة. مش ممكن محمد عاشور الأدم، كرة قوية لكن تصدي رائع من قبل اللاعب والحارس هيثم محمد في اللقطة اللي فاتت مع الترقب أمامنا على الصورة من مختار المدير الفني وبقية أعضاء الجهاز الفني والتدريبي في فريق المصري البورسعيدي. 5 دقائق وقت بدل من ضائع أشار بهم حكم الرابع صبري إبراهيم بناء على إشارة تلقاها من محمود عاشور حكم اللقاء. كرة خارج ملعب رمي تماس، نلعب حتى الدقيقة 50 من عمر الشوط الأول، خلاص نلعب الآن مع الدقيقة الأولى من الوقت، محتسب بدل من ضائع، رمي تماس لمصلحة المصري اللي بيقترب رويدا من منطقة الجزاء من غرفة الأشعة التهديفية بحثا عن تحرير شهادة ميلاد الهدف الأول اللي لم يكتب له عمر ولم يكتب له موعد للمولد والإنجاب حتى الآن من قبل انتصار إذا تحقق للمصري في هذا اللقاء ربما يكون فوز على طريقة الولادة القيصرية. حتى الآن يبحث عنه فريق المصري البورسعيدي. دودو الجباس، كرة مرتدة ربما تشكل خطورة بالتعاون مع رونالد كامبامبا الزامبي وكذلك النيجيري اللاعب ستانلي اوهاويتشي، ودخول محمد جبر وابعاد من ويلسون اكاكبو خارج الملعب الى رمي التماس للاطمئنان على سلامة محمد جبر اللي ساقط على ارضية الملعب. محاولات جاءت على فترات متباعدة من جانب فريق المصري البورسعيدي، ابرزهم اخطرهم محاولات التصويب من المسافات القريبة او البعيدة عن طريق عاشور الادهم وعمرو موسى لاعبي خط الوسط والارتكاز.
ومحاولات جاءت على استحياء من قبل محمد خليفة، محمد أشرف، وكذلك أحمد رؤوف، في محاولات تحتاج إلى دقة وتركيز وهدوء. ودائما المقولة تقول الهدوء فن، فإذا كنت فنانا في هدوءك أصبحت مبدعا في كلامك. أشعر بأن هناك حالة من التوتر عند لاعبي فريق المصري، وبالأخص ثنائي خط الهجوم أحمد رؤوف محمد خليفة، اللي في حاجة إلى هدوء وتركيز قبل اتخاذ القرار داخل منطقة الجزاء، وقبل الحصول على حق الفيتو من خلال طبعا التسجيل وإحراز الأهداف في شباك هيثم محمد. حتى الآن فريق دجلة صامد بخط دفاعه المتماسك من خلال هذا اللاعب المقنع سامح عبد الفضيل ورجب نبيل، وكذلك ظاهرين تامر محب في اليمين وسيد سالم في الشمال. 33 مباراة خاضها فريق الدجلاوي قبل هذا اللقاء، تعادل في 14 مباراة، فاز في 12 مباراة، هزم في 7. فريق اللي يمتلك 50 نقطة، والآن تأتي صافرة نهاية هذا الشوط الأول من قبل الدولي محمود عاشور لينهي هذا الشوط بنتيجة التعادل بدون أهداف ما بين المصري البورسعيدي ووادي دجلة ضمن لقاءات الجولة رقم 36 هنا في استاد الإسماعيلية.